عشية الدخول المدرسي والاجتماعي دائما بادرت جمعية حي النصر برقان إلى تنظيم حفل تكريمي للتلاميذ المتفوقين في مختلف الأطوار. وقد تخلل اللقاء الذي احتضنه النادي الثقافي بحضور التلاميذ وأوليائهم إلقاء مداخلات من طرف الأساتذة والتربويين للتحسيس والتوعية برمزية التكريم، إلى جانب ضرورة تفعيل دور الأولياء في مرافقة أبنائهم طيلة الموسم الدراسي لتحقيق نتائج مقبولة. عن الهدف من المبادرة يقول رئيس جمعية حي النصر برقان كينا عبد القادر. هذا الحفل التكريمي كان بمناسبة اقتراب الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي، بحيث أن كنا نحاولوا من خلال التكريم نلفت انتباه أولياء التلاميذ، وذلك ثاني بحضور رؤساء بعض جمعيات أولياء التلاميذ المدارس، اللي من خلاله كرمنا الطلبة حوالي 35 طالب في مختلف الأطوار، منها الابتدائي المتوسط والبكالوريا، وكان مداخلات بعض الأولياء مدراء المدارس والأساتذة باش الأولياء يتابعوا الطلبة، يتابعوا الأبناء نتاعهم من بداية الموسم مش حتى لآخر سنة. وكانت إشارة كذلك للتاريخ المحدد للدخول المدرسي، ضرورة الالتزام به اللي هو 6 سبتمبر باش نتفاداو ثاني النقص في الأسابيع الدراسية. وقد لقيت المبادرة استحسانا من طرف التلاميذ المكرمين الذين أعربوا عن بهجتهم بهذه الفعاليات مثل ما تبرزه هذه الأصة. نشكر الجمعية على المبادرة نتاعها، جمعية حي النصر على المبادرة الجميلة والتي هي تكريم التلاميذ المتوفقين، ونتمنى تكرر في العام الجاي إن شاء الله. نشكر جمعية حي النصر ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى فوز الباقية إن شاء الله كل عام تكرر إن شاء الله. نشكر بزاف رئيس جمعية حي النصر والجمعية، ونتمنى توفيق جميع التلاميذ، وإن شاء الله اللي ما داش يديه، وهذه حاجة تشجع بزاف الطلبة. نتمنى نجاح لكاع التلاميذ إن شاء الله، وكاع توفيقين إن شاء الله كاع سواء الباك سواء الأهلية، وإن شاء الله اللي ما داوش يعاودوا يدوا في الإعادة يفادك. بدورهم أولياء التلاميذ ثمنوا الفعاليات بالإضافة إلى أهمية مرافقة الأبناء طيلة الموسم الدراسي مثل ما تبرزه هذه الأصة. نكمل هذه المبادرة على كل حال، خاصة لما يتعلق بتكريم أولادنا بناتنا، ونشكر الوليدات هذو اللي شاركوا هذه المشاركة الطيبة، والمحاضر اللي قالوا على كل حال كانت هامة. احنا جد مسرورين بهذه النجاحات المتكررة، وخاصة المرتبة اللي نالتها بلدية رقان في الطور الابتدائي. نثمن هذه المبادرة ونشكر هذه الجمعية على هذه الالتفاتة الطيبة، لأن التكريم لا يكون إلا لأهل العلم. ونتمنى للأولياء يرافقوا أبنائهم طوال السنة. الحقيقة عشنا أجواء هذه الأمسية أجواء جد إيجابية. الشكر موصول للجمعية التي فكرت وبادرت بهذا الإنجاز، لا شك أنه سيخلق أثارا إيجابيا في نفسية التلميذ. النقطة الوحيدة التي هي الحقيقة مهمولة هي المرافقة من طرف الأولياء بالدرجة الأولى. من بداية افتتاح الموسم الدراسي الوالي له مسؤولية عظمى ملقاة على عاتقه. من خلال هذه المداخلات تعرضنا لقيمة العلم، قيمة المرافقة في تحصيل التلميذ، والنتائج اللي تكون أحيانا إيجابية يتمنها الأب، والدليل على ذلك هذا الحفل اللي شفناه. نشكر هذه الجمعية على هذا الاحتفال الذي قامت به على مستوى دائرة رقان، ونتمنى النجاح لهم في المزيد إن شاء الله. سمعنا خطرات شتيهم للجميع، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح في هذه المسيرة نتاعهم. هاد الأولاد اللي نجحوا في هذا الشهر نتمنى لهم إن شاء الله في الجامعة أن يشرفونا التوفيق يعني كبير.